ليه الرسائل بتيجي كتير بس مفيش مبيعات؟ اسمعني للنهاية لأن الموضوع ده حرفيا هو السبب رقم واحد اللي بيخلي ناس كتير تقول الإعلان بيجيب رسائل كتير بس محدش بيشتريه. مع إن الحقيقة إن المشكلة مش في الإعلان، ما تلومش الإعلان بتاعك، المشكلة في كل اللي بعد الإعلان. بص يا صديقي، النهارده هنتكلم عن أخطر مشكلة بتقابل أي حد بيعمل إعلان ممول، إعلانات بتكسر الدنيا بس مفيش مبيعات. ازاي تعالج الموضوع ده وليه بيحصل؟ وهديك امثله واقعيه وحلول عمليه تمشي بيها من بكره. خلينا نمسك الموضوع واحده واحده. اول سبب، الاعلان بتاعك بيجيب فضوليين بس مش مهتمين. كتير من الناس بتقع في الفخ ده، بيعمل اعلان شكله جميل وفيديو حماسي، الناس بتدخل تسال بس للاسف من باب الفضول. مثلا لو انت بتبيع منتج غالي وبتعمل اعلان، الفضوليين هيسالوا بس مش هيشتروا. الحل هنا، خلي الاعلان يفلتر الجمهور. حدد الفئة اللي هتستفيد منك فعلا أو من المنتج، حدد كول تو أكشن واضح. ده طبعا بيقلل الرسائل، إنما هيبعت لك اللي هو مهتم يشتري بس. السبب الثاني، طريقة الرد في الواتساب أو الماسنجر دي كارثة كبيرة جدا. ممكن تلاقي إعلان محترم جدا ولما تيجي تشوف الرد على العملاء بتلاقي ردود باردة، زي واحد مثلا يقول لك تمام، عايز إيه، السعر كذا. يا جماعة الناس مش هتشتري من الردود دي. البيع مش سؤال وجواب، البيع ده حوار وإقناع وفهم لاحتياج الشخص او العميل اللي بيكلمك. فمثلا لو العميل بيسالك السعر كام، لو قلت له 300 هيسيبك ويمشي. انما لو قلت له سعر 300 وده لان الخامه مظبوطه ومضمونه ودي افضل جوده موجوده في السوق، وعلى فكره لو تحب تشوف مقاسك نقوله لك، فانت كده دخلته في محادثه معاك. الحل هنا ان انت ترد رد على العميل رد ودود، تسال العميل عن احتياجاته، تعرض الميزه بتاعه المنتج بتاعك مش السعر بس، تعرف العميل دايما هيستفيد ازاي، وخلي الرد بتاعك 3 جمل مش جمله واحده. السبب الثالث، غالبا ما بيكونش فيه تراست، مفيش ثقه. العميل قبل ما يشتري بيدخل يشوف صفحتك بتنشر او مش بتنشر، عندك ريفيوز لعملاء، صفحتك شكلها محترمه ولا صفحه جديده وبروفايل. لو مفيش ثقه مفيش مبيعات. لو انت بتبيع مثلا منتج مكلف، اكيد طبعا العميل هيخاف ان هو يتعامل معاك. الحل هنا ان انت لازم تنزل فيديوهات لشركتك بتعبر عن منتجاتك، اعمل ريفيوز للعملاء وصور وفيديوهات حقيقيه للمنتجات، خلي صفحتك تدي انطباع شركه مش فرد. السبب الرابع، المنتج نفسه مش مناسب للسعر. في منتجات بتكون كويسه بس سعرها مش مناسب، مش السعر غالي، لا، القيمه نفسها بتاعه المنتج اللي بياخدها العميل مش مكفيه السعر. خامس سبب ممكن يخلي الناس تبعت رسائل وما تشتريش، الكرياتيف الغلط. بيجيب ناس بتسأل بس ما بتشتريش. احيانا بتعمل فيديو قوي جدا بس بيجيب ناس مش بتشتري. لو انت مثلا عامل فيديو اعلاني فيه موسيقى وحركات، فده بيجيب الجمهور الفضولي، الجمهور اللي عايز يسأل ويتفرج بس، اللي عجبه شكل الاعلان. الحل هنا ان انت لازم الاعلان بتاعك يوصل اللي انت بتبيعه بوضوح، يعني صور المنتج والسعر، فيديو مثلا لعميل استخدم المنتج قبل كده. السبب السادس، مفيش كول تو اكشن واضح. الناس بتحب التوضيح، لازم توضح للناس تعمل ايه. الحل هنا ان انت لازم تستخدم CTA واضح، مثلا تقول للعميل ابعت كلمة جاهز وهنرد عليك فورا، ابعت اللون والمقاس، ابعت موقعك مثلا وهنوصل لك خلال يومين. كل ده طبعا بيزود الكونفرجن بنسبة كبيرة. السبب السابع، عدم وجود عروض قوية. العروض طبعا اكتر حاجة بتكسر تردد العميل، زي مثلا تقول عندنا شحن مجاني، توجد هدية لأول طلب أو أول أوردر. السبب الثامن، التأخير في الرد. ده بيساوي خسارة مبيعات على طول. يعني العميل لو بعت لك وسبته 10 دقايق هو هيروح طبعا لإعلان غيرك على طول. الناس دلوقتي مش بتستنى. فالحل ان لازم يكون في فريق مبيعات، واتساب بيزنس، رسائل جاهزة، تقسيم شيفت، فلازم ترد على العميل بسرعة. السبب التاسع، مفيش فولو اب. اكبر غلطة بيقع فيها الناس ان العميل يسأل وترد عليه وبس، لازم يكون فولو اب. العميل محتاج ان انت تتابعه، فلازم ترجع للعميل تقول له مثلا حبيت افكرك بالعرض قبل ما يخلص. فاقوى مبيعات بتيجي من المتابعه، مش بتيجي من اول رساله او اول محادثه ليا مع العميل. ملخص الكلام اللي انا قلته لك والحل العملي اللي انت هتمشي عليه بخطوات عشان الاعلان بتاعك يجيب مبيعات: لازم اعلانك يجذب الفئه الصح، لازم كرييتيف واضح ومباشر، رد محترف وسريع، اظهار قيمه المنتج، عروض قويه، بناء ثقة بينك وبين العميل، فولو اب يكون احترافي، CTA بتاعك لازم يكون واضح، وتهيئة الصفحة قبل كل اعلان. في النهاية انا عايز اقول لك ان الاعلان هيجيب لك رسائل، بس اللي هيجيب لك مبيعات هي مهارة البيع.
فلازم تركز في كل نقطة قلتها لك، لأن أنت لو طبقت 3 أو 4 نقاط منهم هيضاعف مبيعاتك في خلال أسبوع.